كنت بهزر مع الشباب في الممرات بتاعة المدرسة لما فجأة صرخة حادة شقت الهوا. كل الرؤوس اتلفت، الموبايلات طلعت، وبدأ يتجمع ناس حواليا الخزنات. عرفت الصوت ده على طول. دي كانت الملكة بتاعة البنات الشرسة، أميرة. انتي عمياء ولا غبية؟ صرخت، وصوابعها المطنطة المنكيرة مسكت مقدمة الهودي بتاع بنت خجولة. كانت بيرل، البنت الهادية من الفصل بتاع الإنجليزي، البنت اللي محدش بياخد باله منها خالص. زقيت نفسي وسط الزحمة ووصلت في الوقت المناسب علشان أشوف أميرة وهي بتزقها لورا. بيرل اتعطرت شوية، بس مسكت نفسها وإيديها كانت بتترعش. بقعة غامقة كانت بتظهر على التيشيرت بتاع أميرة اللي شكله غالي جدا، اللي كان طالع عليه كراميل ماكياتو مسكوب، واللي كان بينزل بشكل لازج وغليظ. كانت غلطة. بيرل تمتمت بصوت مكسوف لكنه صادق. غلطة. صوت أميرة ارتفع أكتر وقالت: انتي باظتي تيشيرتي يا فار، أصلا عندك هدوم تمنها فوق 10 جنيه. استني، خليني أقولك، من المحلات المستعملة طبعا. الضحك بدأ ينتشر وسط الزحمة. بيرل رفعت عينها وفي نظرتها كان في لمعة تحدي مش معتادة عليها. على الأقل مش محتاجة أشتري صحابي عشان أحس إني مهمة. همهمة جماعية ملأت المكان، وحتى أنا ما قدرتش أمنع نفسي إني أقول يا ساتر. ملامح أميرة اتعوجت بالغضب، وإيدها طارت علشان تضرب بيرل، لكن قبل ما إيدها توصل مسكت معصمها وقلت بحزم: بلاها يا أميرة، ده كان حادث، خليها. عنيها كانت مليانة استغراب وهي بتقول: أنت بجد واقف في صفها دلوقتي؟ رديت: أنا بقول إنك عاملة دراما على الفاضي، سيبي الموضوع. هي سحبت إيدها بحدة ونفخت بتأفف ومشيت وهي ترغي، بس مش قبل ما الناس بدأوا يتهمسوا ويضحكوا على الموقف. أنا اتلفت لبيرل اللي كانت لسه واقفة مكانها، صوابعها ماسكة طرف الهودي بتاعها. أنت كويسة؟ سألتها وهي هزت رأسها بالإيجاب من غير ما تبصلي، وقالت: شكراً على اللي عملته. ده كان أول مرة نتكلم فيها فعلاً. على مدار الأسابيع الجاية بدأت أخرج مع بيرل، وطلع إنها شخصية رائعة ودمها خفيف بطريقة ساخرة، وعندها ذكاء لاذع دايماً كان بياخدني على غفلة. في ويك إند رحنا الشط، عملنا تيك توك واتجننا في المية. حطيت الفيديو، قلت مش حاجة كبيرة، لكن طلع حاجة كبيرة. تاني يوم في التمرين شفت أميرة داخلة الجيم باندفاع متجهة على طول لبيرل اللي كانت قاعدة على المدرجات. أميرة بصقت بغضب: أنت فعلا فاكرة نفسك حاجة، مش كده؟ بيرل رفعت حواجبها وقالت بسخرية: أوه لأ، خطتي الشريرة انكشفت، أنا صاحبت مارفن بس عشان أدمرك. ملامح أميرة كانت زي النار وقالت: ابعدي عنه، ده بتاعي. بيرل ردت وهي مبتسمة: آسفة، ما كنتش عارفة إن الناس بقت ممتلكات دلوقتي. أميرة حاولت تهجم عليها بس أنا تدخلت وقفلت بينهم. إيه مشكلتك؟ سألت أميرة وأنا متنرفز. ملامحها اتغيرت مرة واحدة وهي بتبرق بعينيها وقالت بلطف زائف: ينفع نتكلم لوحدنا؟ تنهدت وأنا بحك ظهري في رقبتي. ماشي. وإحنا ماشيين بعيد مدت إيدها علشان تمسك إيدي، وأنا ملحقتش أسحبها بسرعة. بصة سريعة ورايا كشفت بيرل وهي بتراقبنا بملامح صعبة الفهم. تاني يوم ولا أنا ولا أميرة كنا في المدرسة. بعدين ظهر التيك توك جديد، أميرة في حمام سباحة فاخر وأنا جنبها، وكل حاجة حصلت بسرعة لدرجة إني ما كنتش عارف أستوعب. موبايلي انفجر بالنوتيفيكيشنز. بيرل ما بعتتش رسائل ولا اتصلت. كان لازم أعرف إن في حاجة غلط. قبل حفلة البروم بيوم موبايلي رن، وكانت بيرل. صوتها كان مرتعش: مارفن، محتاجة مساعدتك. في إيه؟ مالك؟ أنا في مشكلة، بعتلك مكاني، تعال. قلبي بدأ يضرب بسرعة. اللينك بتاع الموقع ظهر في الرسائل، موقع بناء مهجور على أطراف المدينة. لما وصلت هناك كان المكان هادي جدا. الهيكل بتاع مبنى غير مكتمل كان واقف زي الظل في السماء الليلية. الكشاف بتاعي كان بينور على أسمنت مشقق وعوارض صادئة. بعدين شفتها، بيرل، كانت قاعدة على الأرض، وشها مواجه لركن حيط مكسورة، ظهرها ليا وكتافها بتترعش وهي بتبكي بحرقة. بيرل، كل حاجة كويسة؟ ما ردتش. قربت أكتر، وكشاف النور واقع على حاجة جنبها واتجمدت. دي كانت أميرة، بس كانت مش بتتنفس خالص. بقها كان متحشر فيه أوراق دولارات مكركبة وعملات معدنية. عينيها الواسعة اللي مش شايفة كانت متجمدة برعب وطالعة من محاجرها. ضوافرها كانت مكسورة وصوابعها ملتوية كأنها كانت بتحاول تخربش أي حاجة. حسيت بغثيان وأنا بخطو خطوة لورا.
صوت بكاء بيرل اتحول لضحك هستيري. لفت وشها علشاني وقلبي وقع من مكاني. كانت بتضحك لكن عينيها كانت مليانة دموع وخدودها ملطخة بالمسكرة السايحة. ملامحها كانت باينة عليها إنها مش متزنة. عارف يا مارفن، هي حاولت تشتريك بالفلوس بحب مزيف، فقررت إني أديها الفلوس اللي كانت ممكن تدفعها لحد ما اتخنقت بيها. رجعت لورا وأنا على وشك الوقوع. بيرل، إيه اللي عملتيه؟ بابتسامة وجدت قالت: ظبطت الأمور. بعدين مالت راسها بنظرة غريبة وقالت وهي بتبتسم: دلوقتي نقدر نكون مع بعض بعيد عن سمومها، بس أنا وإنت. برد قشري عدى على ظهري وإيدي المرتعشة وصلت لموبايلي. كلمت الشرطة على طول. آخر حاجة شفتها قبل ما يسحبوها بعيد كانت وش بيرل، لسه مبتسمة، لسه بتعيط، ولسه بتهمس باسمي.